السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين. وبما إننا في 2025 فقررنا نعمل أحسن 5 لعيبة في مصر في 2024. اللعيبة اللي هتشوفوهم دلوقتي كانوا في منافسة. طبعًا إحنا أخدنا آراء ناس كتير، فكانوا في المنافسة لكنهم طلعوا برّه المنافسة، لإن ال5 الباقيين هم الأقوى. إحنا عندنا مروان عطية طلع برّه المنافسة، مروان حمدي مهاجم نادي الإسماعيلي طلع برّه المنافسة، عبد الله السعيد مع احترامنا الكبير لعبد الله السعيد طلع برّه المنافسة. لو ابتدينا برقم 5، رقم 5 هو زلاكا. زلاكا كان بيلعب في بيراميدز وراح سيراميكا. لعيب كويس، لعيب مهاري، بيعدي واحد على واحد، سريع لحد كبير، بيحط جوان وما بيخافش، عنده بس سنة أنانية كده لو اشتغلنا عليها الموضوع يبقى كويس. أتمنى إن هو ما يجيش أهلي وزمالك عشان مش هيعرف يعمل اللي بيعمله في الأندية التانية، يحترف يفضل في الأندية دي ويطور من نفسه. لعيب رقم 4 هو إبراهيم عادل. طبعا موهبة لا يختلف عليها اتنين، لعيب كبير، لعيب مهاري، واثق من نفسه جدا، هداف، بيلعب بدماغه، واحد على واحد بيعدي. ابراهيم لعيب كويس، واتمنى ان من اداره بيراميدز ان هي تسيبه يحترف. هيطور كتير 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 وهيفيدنا منتخب مصر اكيد. رقم 3 انا مسمي الناس كلها مسميه الغزاله تقريبا، وانا مسميه المزاجنجي. مصطفى فتحي. مصطفى فتحي من امهر اللعيبه اللي ممكن تشوفها في اخر 10 سنين في مصر ويمكن اكتر. لعيب مهاري، لعيب خماسي، واحد على واحد وخرام، بليسنج حلو قوي، بيحط بيها جوان كتير. فمصطفى فتحي لعيب كبير واعتقد محدش فينا هيختلف عليه. مقدم موسم كويس مع بيراميدز، وكل ما ينزل ماتش بيأثر، وهو في منتخب مصر اعتقد لا غنى عنه. اعتقد بس مصطفى فتحي لو يزود البدني عنده هيبقى لعيب في حته تانيه خالص. رقم 2 وبعيدا عن شخصيته، خطه 200 خط بعيدا عن شخصيته، هو امام عاشور. امام لعيب كبير، لعيب كوره، لعيب كوره، ما تحس ان هو من ساعه ما اتولد هو لعيب كوره. استلاماته مختلفه، بيشوط، واثق من نفسه جدا، لو راحت منه مره واثنين فوق العارضه بيشوط تاني وتالت ورابع، بيجرب، ما بيخافش، واحد على واحد بيعدي سريع، ما شاء الله اللهم بارك، البدني بتاعه عالي جدا. اعتقد لو شلنا الانتماءات شويه ما فيش اتنين هيختلفوا على ان امام عاشور لعيب كبير. رقم واحد، ورغم اني اهلاوي لكن برضه مفيش اتنين يختلفوا عليه، هو احسن لعيب في مصر في اخر 5 سنين تقريبا، هو زيزو. زيزو لعيب كبير. طبعا مش انا اللي هتكلم على زيزو وامكانيات زيزو، كل اللي بيتفرج على ماتشات الزمالك ومنتخب مصر عارف قدرات زيزو كويس. ما بين يلعب وينج، يلعب 8، يلعب 6، يلعب باك، يلعب في اي حته هو بيأدي. لعيب سريع جدا، واثق من نفسه، مهاري، شويط، بيلعب بدماغه، واحد على واحد بيعدي، في كل مميزات لعيب الكوره اللي تتمنى تشوفها في لعيب. فانا اتمنى من زيزو يحترف وهيبقى ليه دور اكبر مع منتخب مصر.